انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ شوهت بقى العلاقه ما بين الدكتور والمريض خالص. هوبا بقى خيالك هيجيب فين يا مامي؟ بس ايه دي يعني الموضوع. الكليشيه اللي هتكلم عنه النهارده بعتبره من اكتر الكليشيهات المتكرره في الدراما. مش بس كده، لا، هو من اكتر الكليشيهات المؤذيه في الدراما. كليشيه الدكتور النفسي. انا سعيد جدا ان انا بشتغل طبيب نفساني. لو سالت حد قلت له انت بتشتغل ايه وقال لك انا ثيرابيست، اول صوره هتيجي في دماغك ايه؟ الكتاب بجد سحلوا الكليشيه ده في صوره معينه كده نمطيه جدا. اوضه فيها كراسي جلد، الدكتور لابس نظاره، الاضاءه خفيفه قوي، في دخان خفيف طالع من حته مش عارفين هي فين، وبحس ان هي دي المهنه اللي كان لازم اشتغلها. وطبعا النوتة اللي في ايد الدكتور، والمريض لسبب ما بيبقى نايم على كنبه. بحس ان انا في سواد حواليا من كل حته. تعرف ان السواد ده هيزيد؟ مع اني عمري ما شفت ولا سمعت عن حد دكتور نفسي طلب منه انه ينام على كنبه. مش عارفه ليه بالذات شغلانه الدكتور النفسي دي اكتر شغلانه متمرمطه في الدراما. يعني بيطلعوه يعمل كل حاجه ما عدا ان هو يعالج المرضى عادي. زمان في القرن ال18 لما كان في ست بيبقى عندها هوبا كده شويه، عصبيه شويه، او بتنهار كتير، او يعني فيها حاجه مش طبيعيه، كانوا يقول لك عليها دي ساحره، دي ويتش، وكانوا بيولعوا فيها بقى، بيدفنوها حيه. اما بقى الراجل لما كانت بتهب منه شويه فعادي، ما كانوش بيعملوا حاجه. فاول ما في الدكاتره مثلا الدكتور بيبقى مكتوب اصلا عشان يجيب ضحك. الدكتور عنده مريض المفروض يعالجه، فبيبقى دكتور اوفر اتشيفر شويه. يعني انت مريض، انا بقى مريض اكتر منك. مش قادره افتكر حاجه اقدم من اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، اسمهمش مجانين على فكره، اسمهم مرضى. رسخت في ذهني صوره الدكتور النفسي الهيلا هوبا ده. مكسوفه مني انا؟ طيب كلمه في ودنك الحلوه، في ودنك اللي عايزه تتقرقش. مسخره. شكله عاقل بس بسرعه جدا في البلوت بنكتشف ان هو هربانه منه خالص. ده باين هو والنبي ما انت فاهم ايه. طيب خدوا صاحبنا حطوه في عنبر لوحده لغايه ما يهدى. حاضر يا دكتور. يا نايمتي ده مجنون تاني. النوع التاني من الدكاتره النفسيين اللي بيقرر يحب المريض او يخش في علاقه عشق ممنوع معاه. فمثلا في سوبرانوس كان في دكتوره كليشيه جدا لشكل الدكتور النفسي، دكتوره جينيفر، كانت بتعالج البطل. لما راح لها في اول جلسه، Look, it's impossible for me to talk to a psychiatrist. Any thoughts at all on why you blacked out? قال لها بقول لك ايه، انا ماليش بقى في الطب النفسي والعلاج النفسي ومستحيل اعمل علاج نفسي. فبمنتهى رواشه ما ردتش عليه اصلا، يعني هي مش مهتمه هو بيقول ايه. تاني حاجه ان هما بعد ما حكى لها وتوغلوا شويه في القصه، ففجاه كده القصه اخذت منحدر جديد. This is what happens between doctor and patient. وتمام، احنا تمام معاه. بالنسبه لي فيلم نوستالجيك قوي، فيلم خلي بالك من عقلك بتاع عادل امام وشريهان. الفيلم ممتع جدا بس مربطه المنطق. عادل امام بيتدرب في المستشفى اللي شريهان مريضه فيها، فهو يعتبر بمثابه دكتور نفسي بيحاول يعالجها او يتكلم معاها. ولازم يا دكتور تاخد الجلسه دي، ده العلاج بتاعها، انت مش شايف حالتها؟ بيحبوا قوي برضو يدخلوا جلسات الكهرباء كده عشان تعمل تنشن كده، تعمل اكشن. صعب عليه، بيقرر ان هو يركز معاه شويه. الدكتور اللي هو لابس بالطو بقى، اللي هو الدكتور اللي بجد، يبتدي بقى يفهمه يعني ايه طب نفسي وكده. فعادل امام طبعا ما بيقتنعش. البنت بتبدا تبين انها معجبه بيه، بس هي اصلا مش ستيبل. لازم تيجي عندنا. عادي، هجيلك زياره مخصوص. انا عيد ميلادي يوم الخميس. كل سنه وانت طيبه. السنه الجايه ان شاء الله هتبقي زي الفل. فالمفروض هو ما يسيرهاش، بس هو بقى اقتنع ان دي الطريقه اللي هيعالجها بيها. فكان الموضوع مريب سيكا بصراحه، يعني مريب سيكا قد كده اهو. حس ان ده جزء من العلاج، هو قرر ده. وبعدين جه الدكتور بقى الكبير ابو بالطو. ودي اخر مره اشوف فيها خلقتك في المستشفى. من النهارده انت محروم من التدريب. لا بقى مفيش، لا بقى بره. يسمع الكلام، لا، هو لازم يكسر القواعد ويعمل حاجات مش من حقه يعملها كدكتور نفسي.
فيقوم ناطط من على السور ويقوم داخل بالتورته. يلا حالا بالا حي ابو الفاصل يعمل لها عيد ميلاد في العنبر. انا كانت نيتي طيبه، انها طيبه مش كفايه. ايوه والله الدكتور ابو بالطو ده بيقول كلام صح، بس هم مطلعينه فيلن. هو الموضوع ما وقفش عند هنا، هو يا ريت وقف عند هنا. هو طب ما اجي انام معاكي في الاوضه اونسك يا بنت الحلال. لا نهايه الفيلم بقى هي اللي بصراحه ديستربنج جدا بالنسبه لي. هو احنا ليلتنا فل ولا حاجه؟ شويت بقى العلاقه ما بين الدكتور والمريض خالص. هوبا بقى خيالك هيجيب فين؟ روح. النوع الثالث من الدكاتره هو الشرير العبقري. يا جماعه عايزين نعمل شخصيه شرير عبقري، نعمله ايه؟ دكتور نفسي. طبعا اول فيلم هيجي في دماغنا كلنا اول ما نفكر في النوع ده هو صمت الحملان. دكتور هانيبال كان مش شرير بس، هو كان حرفيا بياكل المرضى. او بقى النوع الشرير اللي هو بيجرب حاجه على العيانين لمصلحته. الشرير الفيلن اللي هو يا مامي. في فيلم امريكان هورور جايبين برضو الدكتور النفسي اللي هو الشرير اللي في المصحه. بياخد العيانين وبيعمل فيهم حاجات لغايه لما بيتكشف وبيتشنع. I am the one that's going to put your ass in an electric chair. You're gonna pay for every sick thing you did to me, to Wendy, and to every other woman you murdered. شاتر ايلاند. شاتر. Shot me. You're not gonna with my mind on this one, doctor. Then blast away, because that's the only way you're ever getting off this island. الدكتور بقى اللي هو ايه مانيوبيليتيف، النوع الرابع المتكرر اللي ولا بيقدم ولا بيأخر. في فيلم الجوكر بس جايبين الدكتوره النفسيه اللي هي تنهاله يعني تبع دعم يعني ولا ايه معرفش تبع الجمعيه. You don't listen to you. وهي مش فارق لها، بتقول له انت اصلا يعني انت اصلا مش موجود. فبيجي في الاخر بقى مع الدكتوره التانية بقى اللي هي كانت بتعالجه What's so funny? في مسلسل لعبة نيوتن برضو منى زكي جايبين لها دكتورة نفسية. حضرتك فاهمة موقفي مش كده؟ عارفين الست اللي هي بتبقى في السفارة اللي هي بترفض الفيزا دي على طول من غير سبب؟ جايبين لها واحدة من هناك بقى من السفارة. ما اعتقدش ان دي دكتورة نفسية بصراحة. كان في برضو دور دكتورة نفسية في فيلم سبليت اللي هو واحد عنده شيزوفرينيا، عنده معرفش 26 شخصية. فهي بتتكلم عايزة الأطفال الصراحة. To whom am I speaking with now? Dr. Fletcher, it's Barry. It doesn't seem like Barry. أنا بكلم مين دلوقتي؟ أنت مين فيهم يا حبيبي؟ فكانت بتكلم معاه بسذاجة كده. هو حد مرعب، هو لو حد عنده شيزوفرينيا وعنده 26 شخصية وعارفين ان هو خطر على المجتمع وكده، فمينفعش نتكلم معاه بالسذاجة دي. يعني اكتبوها بطريقه كده تديها برستيج شويه، تحسسنا ان هو حاسه بخطر المشكله. في فيلم بقى مصري بطوله نور الشريف ويسرا اسمه ايام الغضب. سلم لنا بقى عبد الرحمن. الفيلم ده برضو قصته كانت نور الشريف واتهموه ان هو مجنون. الاجواء السيئه في مستشفى الامراض العقليه، فرساله احترمها طبعا. مكتوب عندك ايه؟ بارانويد سكيز. واضح كده، ده حاله متطوره كمان. هو ايه اللي واضح؟ الدكتور اللي كتب الكلام ده ما كشفش عليا ولا سمع مني كلمه واحده. فجايب لك الدكاتره كده اللي هو احنا بنستخف بيك جدا، ما انت بقى مريض بقى، فمش هنعمل لك حساب. ايه يا عمار؟ حقنه النورازين دي بتهد الحين. بتبهدل الحقنه دي بتبهدل. فيسرا واخده دور شويه الدكتوره اللي هي طيبه، بس برضو في سذاجه كده. يعني هي قاعده بتتكلم مع نور الشريف، بتحاول تسمع منه وبتحاول تشخصه لوحدهم. تاكل شوكولاته؟ على فكره انا بحب الشوكولاته جدا. شوكولاته؟ ومش بتقف هنا، هي بيس جدا ان هي تروح تشوف اهله فين واهله مين وتتكلم معاهم. ده عمل روتيني بنقوم بيه مع عائلات المرضى. ايوه بس احنا مش عائلات مرضى، وتفضلي مع السلامه. دكتوره طيبه. طيب نعمل ايه؟ طب انا مش عارفه. طيب الباسبور والاوراق. للاسف. طب ايه الحل؟ طب ايه؟ انت لسه هتقولي التحليل النفسي وفرويد. اسمع يا دكتور، انا لسه راجع من امريكا وناوي اغير النظام في المستشفى دي خالص. احنا دلوقتي في عصر الكمبيوتر. انت لسه هتقولي فرويد؟ انا جاي من امريكا. الفرويد قال في النوع ده برضو ممكن كمان توصل مش ان هو الدكتور ملوش لازمه، لا هو ممكن توصل ان هو اصلا مش محترم او الناس مش محترمين، دكتور مهزأ. فزي فيلم شرينكينج مثلا. That's what I pay you for?
حاجه يعني منتهى قله القيمه. في منانديز براذرز برضو Nothing. I'm gonna go have dinner with my wife. فجايبينه برضو شخصيته ضعيفه جدا، يعني بيحاول ياخدهم على قد عقلهم، بس اللي هو هبق كده هلق كده باشي بيلق كده. في فيلم ذا بيشنت ده برضو الدكتور النفسي اللي فيه اتخطف واتمرمط. So should I tell you more about my life? Successful therapy requires a safe environment without anything like fear hanging over every session. قصة الفيلم بتدور حوالين انه الدكتور النفسي بدل ما يساعد المريض فهو شخص متمرمط معانا. النوع الخامس بقى في الدكاترة النفسيين ده باتمان. جن بقى وسوبر باور. طب نفسي ايه ولا طب نفسي بلا بتاع بقى، ده بقى واحد بقى بيتكلم الجن بقى. او مثلا لما زهقوا بقى خلصوا كل الانواع، طيب قال لك بقى مرمطنا الدكتور النفسي كفايه كده ولا ايه؟ ما عملناش ايه؟ في ايه ما عملنا؟ نخليه شبح. الحكايه بقى التنويم المغناطيسي مهروس في الكرتون بالذات. لان هو فكرته كرتونيه جدا. ده انا اكتشفت قريب انه في فعلا حاجه اسمها تنويم مغناطيسي وفي علاج بالتنويم المغناطيسي، بس مش ابو بندول ده اللي هو بص فمستهلك جدا في كرتونات كتير قوي. مش عارفه مين اول واحد كتب فكره التنويم المغناطيسي دي. Deep into my eyes. تحط لي بندول ابص عليه. طب ما انت لو عندك القدره الخارقه دي انك تنيمني في ثانيه، طب ما تفتح احسن مركز لعلاج الارق، يعني شوف كام واحد هيجيلك، هيبقى البروفيت مارجن اعلى بكتير والريسك اقل بكتير من انك تنيمني وتخليني اعمل حاجات غصب عني. كميه الكرتون اللي شفت فيه موضوع التنويم المغناطيسي ده. في فيلم توأم روحي استاذه رجاء الجداوي كانت دكتوره نفسيه وكانت بتنيم المريض عشان تساعده يتغلب على احزانه بعد ما مراته ماتت. كل نفس انت هتاخده هيدخلك ويدخل عضلاتك المشدوده في حاله من الاسترخاء مريحه جدا ليك. بس كان بينام بسرعه قوي برضو، يعني انا عارفه ان الفيلم ساعتين الا ربع او حاجه، بس كان ممكن يعني كان ممكن فاهم، مش عارفه. يخرب بيتك. مش عارفه نعملها ازاي، او ممكن ما نعملش تنويم مغناطيسي تاني خالص. 3 تقدري تفتحي عينك وترجعي للوقت الحالي في كامل طاقتك وفي كامل نشاطك. لا انت بتهزر. فالموضوع استرخاء دي. لا انت بتهزر، كنت هكمل نوم. لو انت بتكتب افلام وجات لك فكره انك تعمل تنويم مغناطيسي، ارجوك ما تعملوش، كفايه. اوكي؟ ما تعملوش. انا نسيت احنا كنا بنتكلم في ايه. في نوع بقى اخير من الدكاتره انا بصراحه ما عرفتش اضمه لاي نوع من الانواع اللي فاتت، لان هو نوع لوحده، هو ظاهره. مسلسل المجهول بطوله احمد عبد العزيز وبوسي. احمد عبد العزيز مدير مستشفى دكتور نفسي، بوسي بقى دكتوره نفسيه وانا بي، ومعاه طقم يعني دكاتره اول حاجه بيتناقشوا فيها او بيعترضوا عليها. يعني ايه تمنع الكهرباء عن فتوح العشري؟ لان حالته يا دكتوره مش محتاجه كهرباء. مش عارفه ايه فتش الكهرباء عند الدكاتره النفسيين ده. تعبت والله. استاذه بوسي بترجع المستشفى بتبقى كرييتيف سيكا. اديت لها جلسه علاج باسلوب الصدمه وافتكرت الحادثه. انت بتقولي ايه؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ اسلوب الصدمه العلاجيه هو احسن اسلوب لعلاج الحالات اللي زي دي. دكتور محمود ايه يا فتحيه مالك؟ المريضه سلوى انتحرت وسايحه في دمها. انا بصراحه متلخبطه شويه، يعني هو مين اللي اتكهرب دلوقتي؟ المهم احب اطمنكم انه بعد المشهد ده المريضه عاشت عادي، بس انا مش مشكلتي هنا بقى في اللي هيحصل بعد كده مع الدكتور عبير خالص. مشكلتي مع السمبنه، ما كانش تقريبا اكتشفوها وقتها، ما كانوش اكتشفوا انه في حاجه اسمها سمبنه. مش فاهمه هم ليه يعملوا معايا كده؟ اذا كانوا عاوزين ينقلوني ويعتبروا ان ده عقاب اوكي، ينقلوني لمستشفى نفسي تاني، لكن ينقلوني لمستشفى ملهاش اي علاقه بالطب النفسي، ده معناه انهم بيبعدوني خالص عن مجال الطب النفسي.
ازاي صحيح؟ ازاي عايزين ينقلوني مستشفى ملهاش اي علاقه بالطب النفسي وانا عملت ايه يعني؟ يا دوبك كهربتها يعني، ما عملتش حاجه يعني. مالكوا يا جماعه في ايه؟ اهدي بس يا عبير، انت ليه واخده المساله بالحساسيه دي؟ يا ما تهدي يا عبير، حساسيه؟ ده انت حساسيه جدا، ده الست كانت هتولع في نفسها بسببك. بس اهدي يعني، الموضوع مش مستاهل والله. مين بس قال الكلام ده؟ بالعكس، انت ممكن تكملي دراسه الدبلوم والماجستير والدكتوراه كمان في الطب النفسي. بس سيبيلي نفسك بس. انا رايي ان عبير بنتي تنسى الطب النفسي ده تماما. يجيبها لها منين طيب؟ انا يا بنتي مستعد افتح لك عياده من بكره، بس تبقى باطنه او اي تخصص انت تحبي تشتغلي. الراجل خايف يقول الحقيقه للكهرباء. انا محرجه له يعني، سكند هاند امبارسمنت شويه. نهايه المسلسل برضو نهايه ايه؟ سعيده. معرفش ليه يا حبيبتي، حاسس ان رحله حياتنا كلها كانت رحله قدريه. انا بجد لو ثيرابيست وشفت الكلام ده انا هحتاج تنويم مغناطيسي بعدها. فدي تقريبا معظم الانواع بيعرضوا ازاي او بيكتبوا ازاي الدكتور النفسي. يمكن مفيش غير مثال او مثالين اللي حسيت اللي هو اقرب حاجه للواقع. لا، هو اللي عنده ADHD بيفضل معاه حتى هو كبير، يعني مش حاجه خاصه بالاطفال بس، هي بس بتختلف من الكبار للصغيرين. زي مسلسل خلي بالك من زيزي، الدكتور النفسي كان واقعي جدا وبيساعدها. يمكن كان طريقه علاجه سهله او شكلها سهل شويه، فهي كانت محاوله جيده لتقديم شكل الدكتور النفسي بواقعيه اكتر رغم التليس اللي فيها يعني. المثل الثاني اللي قادره افكر فيه الدكتوره النفسيه في ريك اند مورتي لما كان هي بتديهم سيشن فاميلي ثيرابي وهو كان خيرايه. You must be Rick. I've heard a lot about you today. Your family is crazy about you. لما بتطلع في ريك اند مورتي بتبقى دكتوره نفسيه حقيقيه يعني، واقعيه بزياده، وغالبا ده اللي بيضحك. والله يا دكتور مش عارفه انام خالص ومتوتره كده، في توتر كتير في حياتي. انا بس مش عارفه انام وبفكر كتير ودماغي ما بتقفش، دماغي شغاله يعني. كل المشاكل كل الحاجات اللي بتحصل طول اليوم باجي بالليل بقى بتطلع ببقى عايزه افكر فيها. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بعالجك بالصدمه. لا يا دكتور مش للدرجات يعني، انا تعبانه بس يعني اعتقد يعني ليه في تصعيد كده. اهدي ماشي. اهدي. حاضر ههدى. تاخدي شوكولاته؟ كل شوكولاته. شكلك عايز شوكولاته. لا شكرا. شكلك عايز تروقي. لا انا بس عايزه احكي، بس عايزه احكي معاك في المشاكل اللي عندي، عشان انا بجد موضوع النوم ده مؤثر عليا جدا يعني. بحس ان انا في دماغي افكار، في حد بيكلمني في دماغي بيبقى عايز يخليني انسانه احسن يعني، اكن مثلا انا جوايا في حد وبرايا في حد تاني يعني. حاسه ان انا بشخصيتين يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطلع. اهدى يا دكتور بس هقول لك حاجه. خلاص اهدي. انا هاديه والله. تاخدي شوكولاته؟ انا شكلك عايز شوكولاته. لا شكرا والله شكلك عايز شوكولاته. ماشي هات شوكولاته. ماشي يا محسن يا حبيبي. انا قدامي حاله هنا كده مش عارف، عماله بترغي. تاخد تكلمها؟ تكلم مين؟ انت الكليه عندك كويسه؟ يا نهار اسود. طب ايه لا يا بنتي استني، في 1000 جنيه لسه ناقصه. ورغم انه في حياتنا التابو بتاع الدكاتره النفسيين قل بنسبه كبيره يعني، بقى في تفتح اكتر على الطب النفسي والعلاج النفسي وكده، بس برضه لسه في تابو كده موجود على العلاج النفسي. ومش عارفه، بفكر هل انه التابو ده اتوجد بسبب طريقه عرض الدكتور النفسي في الافلام والمسلسلات، ولا التابو ده اصلا كان موجود فخلانا نكتب الدكتور النفسي في الافلام والمسلسلات كده، ولا ده ممكن يكونوا الكتاب اصلا ما بيحترموش الطب النفسي كفايه او الدكتور النفسي كفايه، فبيكتبوه بالطريقه اللي هي ما فيهاش كده تقدير لدوره، او هو كليشيه سهل في الكتابه، وده غالبا هو الحاجه الاخيره يعني.
انا بعد كده بقى لو هدفع لي 900 جنيه مثلا، ولا هي بقت بكام دلوقتي الجلسه، لو هدفع لي بقى مبلغ وقدره ومفيش بقى اي مؤثرات حسيه ولا اضواء ولا حركيه ولا بتاع، ومشيت كده قال لي بقى 3 4 حروف وشخصني ومشي، فلا هطلب ريفند طبعا اذا تيجي تقول لي PHP. اما لو انت بقى مأجل زياره الثيرابيست عشان خايف يكهربك، فارجوك ما تأجلهاش اكتر من كده، احنا مش ناقصين. ودي كانت نهايه الحلقه. قولوا لي لو في نوع من الدكاتره النفسيين نسيتهم في الدراما، وبرده قولوا لي افكار عايزين نشوفوا الحلقات الجايه عن ايه، كليشيهات او كليشيهات في حياتنا او كليشيهات في الدراما او اي كليشيهات او اي حاجه بتشوفها بتتكرر وبتحس ان احنا ما بنتفكرش فيها او ما بنتسالش عنها وبنعملها زي ما هي. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الحلقه في الكومنت. اشوفكم الحلقه الجايه.